السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض البيتزا السايلة من مطبخ دعاء محي. بيتزا سايلة يعني لا عجن ولا تخمير، بكل سهولة هتعمليها في دقيقتين، هتنفعك قوي كمان مع الاولاد في المدارس، ومقاديرها سهلة خالص. كوباية ونص دقيق، كوباية الا ربع زبادي، 3 معالق كبار زيت، كوباية مية دافية هناخد منها بالطلب، معلقة خل كبيرة و2 بيضة ورشة ملح ونص معلقة صغيرة زعتر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية والبيكنج باودر والسكر. هنا هحط الكوباية ونص الدقيق بتوعي في البولة وهسيبهم واجيب الخلاط. هحط البيضتين والخل مع بعض. على فكرة يا جماعة، انتوا ممكن تعجنوها بأي مادة سايلة، زبادي أو لبن أو مية، حتى لو مش متوفر عندك حاجة، لكن أنا حابة أعلي القيمة الغذائية بتاعتها، فحطيت هنا زبادي وهحط الزيت وهحط كمان الخميرة والبيكنج باودر والزعتر والملح والسكر، كله في الخلاط. اضربيهم كويس قوي. أنا هستخدم هنا ربع كوباية مية دافية، يعني كوباية ونص دقيق أخد معايا كوباية سائل. هجيب بقى الخليط اللي في الخلاط وهصبه كله على الدقيق اللي عندي، قلبيه كأنك بتعملي كيكة كده بالمضرب اليدوي عادي. شايفين السمك بتاعها؟ هو ده اللي انا عايزاه للبيتزا بتاعتي. تمام كده. جيبي صينية بقى مقاس 30، دهنتها وبدرتها، طبعا مشغلين الفرن على 180 عشان تبقى سخنة. حطي الخليط بتاع البيتزا في الصينية ووزعيه كده بالراحة خالص عشان يبقى متساوي، ما يبقاش فيه حتة اعلى من حتة. تمام. نحضر بقى الحشوة بتاعتنا، والحشوة بسيطة خالص. هنا جبنة موتزاريلا وجبنة رومي وصلصة بيتزا، وعندي بسطرمة وزيتون وفلفل وطماطم. انا في حركة كده بحب اعملها في الصلصة بتاعت البيتزا. عندي العلبة بتاعت المستردة، كلنا بنجيبها، انا مش برميها وبستخدمها في الصوصات لانها بتبقى معايا مريحة قوي. حطيت فيها صلصة البيتزا. ليه انا عملت كده؟ عشان بصي، لو حبيتي تفرديها الصلصه هتتبهدل مع العجينه السايله، فهتنفعك علبه المستردة في كده. تمام. هنحط بعد كده الحشوه بتاعتنا، وطبعا ده براحتك اختياري، ممكن تحط لهم اي حاجه الاولاد عشان ياكلوها في البيتزا. هنا حطيت جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، وحطيت البسطرمه والطماطم، الفلفل، وهنحط الزيتون، ورشي رشه في الاخر كده من الجبنه الرومي والجبنه الموتزاريلا، وهيبقى عندك احلى بيتزا بالبسطرمه. تمام كده. دخليها الفرن اهي. بعد ما طلعت يا جماعه، شايفين شكلها حلو ازاي؟ كمان هوريها لك وهوريكي سمكها، هتلاقيها هشه جدا وخفيفه خالص. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي وطعمها خرافه. هتعجب الاولاد. ممكن تحضري كل المكونات بتاعه الحشوه من بالليل، والصبح تقومي يا دوبك تعملي في الخلاط العجينه السايله، على بال ما يفطروا تكون جاهزه معاكي. شايفين كمان حمرا وحلوه ازاي كده، مستويه من تحت. يا رب الوصفه بتاعت النهارده تعجبكم. لو عجبتكم اعملي لايك للفيديو وشير، ويا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات.